الناس يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعمدة الحديث للصف الأول الثانوي الأزهري. التعريف بأصحاب الكتب الستة. يقول لك أنا معايا إجازة في الكتب الستة، أنت في البلالة لا فاهم ستة ولا سبعة. طب مين الكتب الستة ومين اللي عاملها والمشايخ مين والكلام ده؟ طبعا كتاب الجامع الصحيح طبعا العمدة. اوعى يا جدع اللي جايب لهم كله عمك البخاري ده مظبط الناس كلها العلمانيين والناس اللي هم ما بيحبوش ربنا دول ما بيحبوش البخاري. عامل لهم بتاع البخاري بالذات البخاري عاملهم فعلا عارفهم. لذلك تلاقي ابو حمالات ده كل شويه يروح طالع لك البخاري شويه خلي الواد اسمه البحيري ده ولا اسمه القرد ده يطلع ايه البخاري ومن لهم مال البخاري يا جدعان انتوا عامل لكم ايه البخاري؟ ليه؟ لانه يعتبر من ادق الحاجات اللي عملها البخاري كتاب الصحيح البخاري. وايه حتى عشان البخاري ده قريبي مثلا؟ لا، هو العلماء كل انا ماليش لازمه. العلماء الاجلاء على مر التاريخ ايه ده؟ ايه اللي عمله البخاري ده؟ الشروط اللي غدا على نفسه ايه؟ كتابه ايه نظامه؟ معمول ازاي؟ طريقته ازاي؟ فاهمني؟ هو حط على نفسه شروط وحط على نفسه شويه حاجات ما يتخطاهاش عشان ياخد الحديث فعلا يعرف الحديث ده نظامه ايه وجاي منين وصحيح ولا مش صحيح. فهو بالذات ده ممتاز. والعلم ده يعني يفتقر اليه كل المذاهب والديانات وكل حاجه اخرى. علم الاصول مصطلح الحديث ده رجاله من افضل العلوم اللي من الله على اهل السنه والجماعه بيه، اللي هو المصطلح الحديث ده. هعرف مين قال وقال ايه وقال امتى وصح ولا لا، مش بالحب، بالدراسه وبشهاده علماء عصره اللي انا مش ممكن من 700 800 سنه انا ما اعرفوش اصلا، بس علماء عصره قالوا عليه كويس. مش عشان هو متجوز منهم ومناسبين بعض، لا، بشروط حاجه اسمها الجرح والتعديل. انا كراجل عالم كبير في الجرح والتعديل هعرف ده إيه نظامه، ده كويس ده وحش، ده يحيى بن معين او غيره او الامام احمد بن حنبل او ايا كان. خلاص يبقى هنا خلاص هعرف كل ده يهم، هذا يخطئ، هذا كبر خرف، هذا مش خرف يعني بشتمه، انا بوضح حاله ماليش علاقه. فالبخاري يا رجاله عمل كتاب رائع جدا، الجامع الصحيح اللي هو الجامع المسند الصحيح المختصر من امور الرسول صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. البخاري تعظيم سلام. طيب المسلم تلميذه طبعا. المسند الصحيح المختصر في السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العدل عن شرحناها، العدل عن العدل دي خدناها في غزوة البراء. الامام مسلم طبعا. السنن المعروف بسنن ابي داود، الامام ابي داود رحمه الله. الجامع كتاب الجامع المعروف بسنن الترمذي. السنن الكبرى المعروف بالسنن النسائي، مؤلف الامام النسائي. كتاب السنن المعروف بالسنن ابن ماجه للامام ابن ماجه. هم دول الكتب السته يعني. خلاص. الامام الترمذي مين هو؟ رواه الترمذي. مين الترمذي ده؟ النسائي. مين النسائي؟ يعني حبيب قلب النسائي. مين هو النسائي؟ هنفهم واحده واحده. الامام الترمذي هو الامام الحافظ. الحافظ دي اسمه الحافظ، دي درجته العلميه، مرتبته العلميه في الحديث اسمها الحافظ. ما حفظ 100,000 حديث تقريبا، 100,000 حديث، فوق 100,000 حديث اسمه الحافظ. عيسى بن محمد بن عيسى بن ثورة ابن موسى ابن الضحاك السلمي الترمذي. ولد نشأة مولطا، ولد سنة 209 بترمز. ترمز دي فين؟ اهي على نهر جيحون من اقليم تابع لخراسان تتبع حاليا جمهورية اوزبكستان. يعني اللي حافظين السنة يا اوزبكستان يا ايران يا الدول دي. شو تخيل يعني سبحان الله الناس دي ومعظم الناس الجميله دي تلاقيهم اصلا وبعدين على فكره حكايه طعنهم في انهم مش عرب، لا هم عرب يعني. اغلب الناس دي عرب بس استوطنوا هناك وعاشوا هناك وكلام من ده وايه، وطلع منهم واحد زي مثلا ايه الراوي الحديث ده يقول لك لا، لكن المكان اللي هم عايشين فيه كان اماكن فين وطلع منهم علم قد ايه. ماشي. طاف البلاد وسمع خلقا كثيرا من خراسان والحجاز وغيرهم شيوخه تلقى. هتلاقي قتيبة بن سعد ده أستاذ، اي حد يقول لك قتيبة بن سعد، وإسحاق بن موسى ومحمد بن البخاري طبعا وغيرهم. تتلمذ على يده محمد بن أحمد بن محبوب المحبوبي اللي هو راوي الجامع، أبو جعفر محمد بن أحمد النسفي، الهيثم بن كليب الشاشي اللي هو الايه الحافظ ده طبعا رتبته راوي الشمائل عنه وآخرون. منزلته اتفق على إمامته الترمذي وعلو منزلته، إمام كبير. طيب ذكره ابن حبان في الثقات فقال كان ممن جمع. شوف بقى مين اللي ذكره، خد بالك ابن مين؟ ابن حبان. ملوش علاقه يعني. بص انا لما اجي اتكلم في جرح وتعديل ماليش علاقه بيك، انا ما اعرفكش، انا بذكر ما ذكره العلماء ومستواك العلمي ومستواك العدل وغير العدل والحاجات اللي تتصف بيها وبذكرك. فقال لك في الثقات
يعني الإمام هذا ثقة، هذا جرح وتعديل، الرجال التعديل قال لك ده عدل، رجل عدل وهو من الثقات. لو في جرح يقول لك هذا رجل كذا، ماليش علاقة بيها، مفيش محبة هنا، ما اعرفكش، ده دين. كان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. الله، ده اللي قال مين عليه؟ ابن حبان. وقال أبو يعلى الخليل ثقة متقن. كلمة ثقة متقن دي درجة من أنا بيثني عليها العالم، درجة جامدة جدا في الإيه؟ في التعديل، إنه عدل يعني. أهم مؤلفاته، له تصانيف كثيرة في علم الحديث، وأعظمها وأجلها كتاب الجامع المعروف بسنن الترمذي، كتاب العلل الكبير. وفاته كف بصره في آخر عمره، توفي رحمه الله بترمس سنة 79 و200 279 عن 279 رجال، وعمره 70 عاما رحمه الله. طبعا كف بصره، الناس ما كانتش بتقعد تذاكر على لمبه مش عارف ليد وما لدش، ده على بتاع كده بزيت، يعني يجيب شحم دهن ويعملها ويطلع فيها فتله ويولعها ويقعد يذاكر. واخدين بالكم يا اخوانا؟ مش نجيب لهم ليد وما لدش والاضاءه ماليه لغايه اللي في افريقيا يشوفها ويقول لك لا اصل والله واحد كانت يا راجل ده الناس اللي عندهم الامكانيات بتاعتنا دي، يا نهار ابيض، يعني على الامكانيات بتاعتهم ووصلوا ازاي علمهم، ووصلوا مستوى فقههم وعلمهم عامل ازاي، واحنا عندنا كل حاجه موجوده، والنت تضغط على الزرار عمك الحاجه جوجل يجيب لك انت عايزه، لا ومفيش فايده برضه. طيب نبذه عن كتاب السنن. يعد احسن كتب ترتيبا واكثرها فائده واقلها تكرارا، فيه ما ليس في غيره من ذكر مذاهب الصحابه الفقهيه ومذاهب من بعدهم ووجوه الاستدلال، وبيان انواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب. فيه جرح خد بالك، جرح وتعديل، يعني هو رخر اتكلم في الرجال اللي قبل منه في الجرح والتعديل، ممتاز. ذكر في كتاب العلل التعريف الاصطلاحي الحديث الحسن لغيره حسب ما طبقه من خلال جامعه، وتكلم عن علل الحديث الخفيه والظاهره. قال الترمذي في كتاب عن كتابه، ده الترمذي قال عن كتابه: صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز. الحجاز كانت ساعتها هو ملتقى الثقافي والعلمي في الوقت ده، يعني هو الملتقى الثقافي والعلمي كانت الحجاز السعوديه. العلماء يروحوا يحجوا ويقابلوا بعض وينقلوا، انا بسمع الحديث اللي انا عامله او الكتاب اللي انا عامله على العلماء، وهم يثنوا عليه ويشوفوه ويسمعوه، مش رايحين يلعبوا، رايحين حج وفي نفس الوقت علم يتعلموا. ماشي يا رجاله؟ طيب. وعرضته على علماء العراق فرضوا به، وعرضته على علماء خراسان فرضوا به، ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. هذا يعني في اكتر من كده. الترمذي ده حاجه عظيمه جدا. احنا ممكن الاشهر البخاري ومسلم فشغل ذهننا شويه، لكن الترمذي حاجه جامده جدا وحاجه ممتازه رحمه الله، وجزاه عن الاسلام والسنه خير الجزاء. ابواب كتابه 2281 باب، عدد كتب 50 كتاب غير كتاب العلل الذي ختم به الترمذي جامعه، وعدد احاديثه 3956 حديث. يبقى نحفظ، والاسئله تحل يا رجاله، كل شيخ هنحل له الاسئله اللي جايه ورا، مش هيخرج من الامتحان، يعني احلف لك والله العظيم ما يخرج من الامتحان. ايه رايك؟ نحلها في ورق فلوس كده. النسائي هو الامام الحافظ، مرتبته العلميه استاذ دكتور في الجامعه، ده استاذ معيد، ده معيد في الجامعه، ده استاذ مساعد، ده استاذ رئيس قسم. دي ايامهم كانت كده. طبعا مش هنا دلوقتي باخد ماجستير في حاجه بحس ان انا طيار يعني. دول كانوا بيحووا علوم عصرهم في كل حاجه، ويتميز بقى في حاجه معينه زي الحديث كده، لكن قل واحد منهم يدرس حاجه واحده. لا ما فيش الكلام ده كان جامعه متنقله. ده انا بذاكر صفحتين قبل الامتحان، انت بتذاكر ربع صفحه وتبرشم الباقي، انت هتشتغل. ده بحس ان انا دكتور والله. بالك ماشي يا عم الحاج. طيب، يبقى الامام الحافظ الفقيه ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب ابن علي بن بحر بن سنان النسائي، ومولده ولد سنه 214 هجريا. نشأته وطلب الحديث رحل إلى قتيبة طبعا شيخه البلخي، وأخذ عنه الحديث. كان من بحور العلم مع الفهم والإتقان ونقد الرجال، يعني جرح وتعديل اهو، وحسن التأليف. ده مش أنا اللي بقوله عشان حبيب قلبي وصاحبي وبتاع وأخوة وبتاع وبنتي، لا مش بنتك، ده اللي بيذكروا العلماء مش أي حد. وقد رحل في طلب العلم في خراسان والحجاز ومصر والعراق والجزيرة العربية والشام، ثم استوطن مصر. يا سلام، شرفت مصر بهذا الرجل. ورحل الحفاظ إليه ولم يبق له نظير في هذا الشأن. شيوخه قتيبة بن سعيد، ده شيخ الكل، وهشام بن عمار، وأبو داود السجستاني، وبشر بن معاذ، وبشر بن معاذ طبعا معروف. تلاميذه أخذ عنه خلق كثير: أبو جعفر الطحاوي وأبو القاسم الطبراني، رواة كتاب السنن عنه مثل ابن حيوة وأبي بكر ابن السني وغيره. فضله أحد الأئمة الحفاظ العلماء الفقهاء اجتمعوا على تقديمه وتقديره. قال أبو الحسن الدرقطني، مش أنا اللي قلت، ده أبو الحسن الدرقطني، خد بالك.
الدارقطني أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر في هذا العلم. الله، ايه دي؟ ده شهاده، مش تقول لي شهاده تقدير، ده دي شهاده ياخدها يحطها كده يبروزها. ان العلماء زي الدارقطني قال عنه كده من اهل عصره. مؤلفات له مؤلفات كثيره في الحديث والعلل وغير ذلك. اهم مؤلفاته، اتفضل يا باشا، المجتبى المعروف بالسنن الصغرى وكتاب السنن الكبرى وكتاب الضعفاء وغيرها. وفاته قيل مات بمكه، والراجح انه مات بالرمله بفلسطين، ودفن بيت المقدس سنه 300 ومن الهجره عن 89، اللهم صل على النبي، 89 سنه. طيب صفة الكتاب بتاعه بقى، ألف النسائي كتابه السنن الكبرى ورواها عنه جماعة من تلاميذه. يعني كان زمان اللي ألف كتاب يا عم عمرو تلامذتهم اللي بينشروه. لذلك ليس بن سعد رحمه الله كان عالم كبير وذو شأن وذو علم في مصر، ضيع علمه تلامذته. يعني تلامذه ما نشروش العلم زي ايه، زي بقيه الائمه. فلذلك يعني تضم حق الراجل دون العالم ده في التاريخ يعني وفي العلم يعني. خلاص، المهم عن جماعه من تلاميذه ورواه بعضهم تفرد بما ليس في روايه الاخر من الكتب، مثل كتاب التفسير وكتاب عمل يوم والليله، المجتبى من السنن المشهور في السنن الصغرى، اختصر سيد السنن الكبرى، كتاب المجتبى من السنن والمشهور بالسنن الصغرى مع بعض الزيادات فيه عامه في السنن الكبرى، لكن زيادات الكبرى على المجتبى هي الاكثر بما يقارب عدد احاديث المجتبى. جمع كتاب النسائي بين الحديث والفقه، جمع كتاب النسائي بين الحديث والفقه. قال الحاكم كلام النسائي، ده الحاكم اللي بيذكره، قال الحاكم كلام النسائي على فقه الحديث كثير، ومن نظر في سنه تحير في حسن كلامه، وكان شرطه من الرجال يقارب في جملة شرط البخاري. يعني هو لما عمل شرط ليه، وحاجه اسمها على شرط البخاري وعلى شرط مسلم، فهو حطت شروط مقارب للبخاري في شروطه. في حاجه اسمها شروط، هاخد منك حديث لما احط شروط معينه من خلالها حليم من الاحاديث دي، كما فعل ابن الجزري في القراءات. ماشي، القراءات العشر هما كانوا 7، هو كملهم 10، ومسكهم عملوا سلسله ما حصلتش في السنه عشان تطلع ولا احلى ما يكون. يبقى هذه القراءه مليون المليون مش 100% عن الله تبارك وتعالى. ما فيش فيه فكه في القراءات العشره اللي عملها ابن الجزري رحمه الله. يقارب بجملته شرط البخاري ومسلم. عدد الاحاديث كده 5791 حديث. وبكده يبقى خلصنا عمك الحاج الشيخ النسائي. ابن ماجه بسرعه. الامام ابن ماجه هو ابو عبد الله محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن ماجه القزويني، ولد في قزوين وهي حاليا تبع ايران. شفت كل الناس منين؟ نشأته وطلب الحديث، ارتحل لكتابه الحديث وتحصيله في البصره والكوفه وبغداد ومكه والشام ومصر والحجاز وغيرها. شيوخه ابو حاتم الرازي وابو بكر بن ابي شيبه، هشام بن عمار، بشر بن معاذ، كل دول مشايخ اللي فات على فكره، وغيرهم تلاميذه حتى ابو محمد بن عيسى الابهري، ابو الطيب احمد بن روح البغدادي، ابو الحسن بن علي ابراهيم القطان راوي كتاب السنن عنه واخرون. فضله كان ابن ماجه حافظا ناقدا صادقا واسع العلم. قال ابو يعلى الناس بتذكره اهو، دي اسمها جرح وتعديل اهو، هو ثقة كبير متقن ومتفق عليه محتج به، له معرفة بالحديث والحفظ. مؤلفاته كثيرة، أهمها كتاب السنة المشهور والتاريخ والتفسير وغيرها. وفاته توفي ابن ماجه سنة 73 و200 من الهجرة 273، وكان عمره 64 عاما رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الإمام ابن ماجه. قال أبو زرعة الرازي قال ابن ماجه عرضت على هذه السنن على أبي زرعة الرازي فنظر فيه وقال أظن إن وقع هذا الكلام في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع، يعني جوامع الحديث أو أكثرها، يعني ستكتفي به يعني. قال الإمام ابن كثير كتاب السنن ابن ماجه مشهورة دال على عمله وعلمه واطلاعه واتباعه للسنة في الأصول والفروع، وهو كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه وأحاديث كلها جياد سوى اليسير. عدد أبوابه قال أبو الحسن القطان راوي كتاب السنة عنه 1500 باب، وجملة ما فيه 4000 حديث. عدد الأحاديث في الطبقات المتداولة حاليا بالمكرر 4341 و 4397 حديث، فتحديدا القطان مذكور تقريبي. وإلى هنا نأتي إلى ختام الكتب. ماشي يا رجالة.